تشكيل الاهلي المتوقع التشكيل الاضطراري اللي كولر مضطر يلعب بيه قدام الزمالك، ومع ذلك احنا كاهلاويه واثقين في المكسب، وواثقين ان شاء الله ان احنا باي تشكيل هنقدر نكسب الزمالك، حتى لو الزمالك في الطب من مستواه والاهلي مش في افضل مستواه. بعد التاكد من غياب مروان عطيه وعدم المجازفه بيه من كولر في مباراه الزمالك، مفيش حل قدام كولر غير ان هو يشوف بديل في مركز رقم 6 يكون متاح ويقدر يلعب. احمد نبيل كوكا بيلعب في مركز رقم 6 وبيقدم بشكل جيد جدا، لكن كونك عندك غيابات في مركز رقم 8 كتير وفي نص الملعب، فاحمد نبيل كوكا كولر بيستخدمه في مركز رقم 8 ناحية الشمال. اذا لا غنى عن وجود اكرم توفيق في مركز رقم 6 وتديله تعليمات او ادوار دفاعية، تديله ادوار انه يقفل عمق الملعب. ضبه ومفتاح، واكرم قادر على كده بدنيا، حتى لو مش في مستواه اكرم قادر ان هو يعطل هجمات الزمالك، قادر ان هو يقدم دور دفاعي قوي جدا، خاصة ان الزمالك خط هجومه او نقطة قوته بتكون من عمق الملعب. علشان كده عايزين اكرم توفيق في المكان ده. التشكيل المتوقع او التشكيل الاضطراري اللي كولر هيبدأ بيه المباراة: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، باك يمين عمر كمال، ومفيش غنى عن عمر كمال بعد الاداء الطيب اللي قدمه قدام زد والمستوى الجيد. وكمان لان انت عندك محمد هاني هيلعب في افريقيا في السبت اللي بعده مع مازيمبي، فصعب ان انت تجهز محمد هاني، سيب محمد هاني يرتاح. فقلبين الدفاع رامي ربيعة مع محمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول ان شاء الله هيكون جاهز وهيلعب. في مركز رقم 6 اكرم توفيق زي ما قلنا، في مركز رقم 8 على اليمين عمرو السولية، على الشمال احمد نبيل كوكا. الثلاثي الامامي، ونقف عند توظيف اللعيبة. لما بتوظف رضا سليم في مركز الجناح اليمين ما بتاخدش من رضا سليم اعلى مستوى، لكن لما بتوظف رضا سليم في الجناح الشمال قدام علي معلول بيكون مفتاح لعبك، بيكون في قمة مستواك، بيقدم اداء طيب وجيد جدا للنادي الاهلي، وبيكون نقطة قوة عند النادي الاهلي انه يسجل اهداف. وده حصل وشوفناه الفترة الاخيرة لما بيلعب جناح يمين او جناح الشمال بنشوف الفرق. لكن لما بتلعب بطاهر جناح يمين او جناح شمال هجوميا ما بتاخدش من طاهر، هو مستوى واحد، سواء بيلعب جناح يمين او جناح شمال هو نفس المستوى اللي بتاخده من طاهر. اذا انت بتاخد من طاهر ادوار دفاعية. بعد غياب بيرسي تاو وحسين الشحات، طاهر اللي هيبدأ، يبقى الافضل طاهر يبدأ جناح يمين قدام عمر كمال يدافع معاه بشكل قوي، والافضل رضا سليم يكون نقطة قوة عندنا في الجناح الشمال ويلعب قدام علي معلول. راس الحربة لا غنى عن وسام أبو علي، مهاجم هجام، مهاجم قوي، مهاجم يقدر يهد دفاع الزمالك، بيقدر يسجل من أنصاف الفرص، ودي ميزة مهمة جدا محتاجينها في مهاجم النادي الأهلي، إن وسام أبو علي من أنصاف الفرص بيقدر يسجل، ممكن بالراس يسجل، ممكن بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يسجل. ولازم نبقى عارفين إن أول نقطة ضعف عند فريق الزمالك هي حراسة المرمى. حراسة المرمى أي تسديدة من خارج منطقة الجزاء من داخل منطقة الجزاء بتسكن شباك مرمى الزمالك. يبقى لازم يكون عندنا أول تعليمات من المدرب، سواء للسولية، سواء لرضا سليم، سواء لطاهر، سواء لوسام أبو علي، اللاعيبة اللي هتكون موجودة في نص الملعب، إن سلاح التسديد هو مكسبنا الأول. نصوب من خارج منطقة الجزاء، نسدد كل ما الكرة تكون في رجلنا بشكل دقيق وشكل متقن، نخلق المساحة للتسديد للاعب اللي هيكون معاه الكرة واحنا بنسند. لازم يكون سلاحنا هو تسديد من خارج منطقة الجزاء. محمد عواد اي كورة بتتسدد عليه كشريف اكرامي بيستقبلها وبتدخل هدف. لازم نلعب على النقطة دي بشكل كبير جدا، هنسجل ان شاء الله هدف واثنين وثلاثة من التسديدات من خارج منطقة الجزاء. وكمان نقطة ضعف الزمالك في عمق الملعب، في المسافة اللي ما بين حمزة المسلوسي وعمر جابر، أو حمزة المسلوسي وبطء حسام عبد المجيد. علشان كده لازم نستغل المساحة دي بشكل كبير جدا، ولازم يكون في تقدم من عمرو السولية في المساحة دي بشكل كبير، ورضا سليم كمان في المساحة دي يكون موجود. ده التشكيل المتوقع، التشكيل الافضل للاهلي. نقاط ضعف الزمالك قلنا محمد عواد، عمق الملعب عند الزمالك، لكن نقاط قوة الزمالك وسط الملعب عنده قوي جدا، كمان مع الحالة الهجومية اللي الزمالك بيعيشها دلوقتي مع جوميز. لكن ان شاء الله احنا قادرين نكسب الزمالك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.
اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لك كومنت للفيديو وان شاء الله يوصلك كل جديد.